أهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل. اليوم مانيش باش نطول عليكم برشا، جبت لكم فوندون بيستاش. الناس اللي تحب البيستاش وتموت على البيستاش تبع الروسيت هذي، وراكم ماكوش باش تندموا حاجة ياسر بنينة. نعطيكم الروسيت. أول حاجة خديت 4 كبات عظم بحرارة الغرفة، 185 جرام سكر، لهنا حنا 130 جرام بيستاش مرحي، و70 جرام لوز احمر حمرناه 15 دقيقه على 170 درجه. خديت لهنا 100 جرام زبده ذوبتها ولازم تكون بارده. اول حاجه باش نعملوها باش نحطوا الميلانج بتاعنا في الميكسور، باش نحطوا العظم والسكر نركضهم بالبي لين يتضاعف الحجم نتاع الميلانج كما تشوفوا وتبياف كيما هكا. بعد ديريكت باش نحطوا عليها اللوز الاحمر ونزيدوا البيستاش نتاعنا. راهي ياسر سهله، التكنيك بتاع خدمتها ياسر سهله. الفوندون حركنا كل شيء في بعضه، ناخذ سباتول ونحرك الميلانج بسباتول باش في القاعه نتاع الصحفه ما يقعدنا حتى شيء. بعد اوتوماتيكمون نزيدوا الزبده نتاعنا تكون برد، ماذا بينا الزبده تكون حيوانيه باش تعطينا جو ابن في الفوندون. خذيت المول نتاعي القطر نتاعو 20 سنتيمتر، غلفته بالبابي كويسون وصبيت فوقه الميلانج بتاعي. شوف التكستور بتاع الميلانج تكون محلوله شويه في نفس الوقت مش معناها خافرة. خذيت لهنا شوية بيستاش باش نعملو كونكاساج، وشوية لوز زيدا بعد وكسرتهم هكا جست بالقلقال فوق البلون دو ترافاي. شوف كيفاش القلقال كي تحطه فوق البيستاش ولا فوق اللوز في صحمية يترحى ويعطيك الكونكاساج اللي انتي تحبو. هذوما باش نزين بيهم فوق الكيك متاعي. نزينوا الكيك متاعنا من فوق بك الفروي سي كونكاسي الكل، وبعد اوتوماتيكمون باش ندخلوها التيب 30 دقيقة على 175 درجة. بعد ما تاب الفوندون تاعنا وخليناه يبرد بالباهي راهو ينجم يظهر لكم تري وتقول مازال ما تابش، الوغ هو تاب. شوفوا ما شاء الله، نعمل معكم ان ديغوستاسيون صغيرة. شوفوا ليك المنظر بربي شوفوا البيستاش كيفاش الكولور ما شاء الله طاغي، وحطينا معه اللوز الاحمر يزيد يفيقلنا الكولور نتاع البيستاش وزيد يعزز الجو نتاع البيستاش. خير ملي تعملها بيستاش سيك. شوفوا ما شاء الله فوندون يذوب في الفم صدقوني. انا حطيت معها شويه كراميل اون ذا توب، تنجموا تحطوا شوكولات، تنجموا تخليوها كما هي وتاكلوها وصحه وبالشفاء. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت لليوم. شوفوا بربي كتراوى، شوفوا يمي حاجه ياسر بنينه. جربوها راكم ما تندموش. واللي مازال ما عملي سبسكرايب لقناتي يشجعني ويعمل لي سبسكرايب باش تشجعوني نهبط ديما دي روسيت جديده وصحه وبالشفاء لاي انسان يحب يجرب هالروسيت. وتوا سيدي رمضان قريب، انا نقول لكم خبيوا لي روسيت رمضان ودلوا رواحكم وصحه وبالشفاء.